مساء الفل في التحويله، حلقه جديده. النهارده معانا استاذ هاني عبد الرحمن، الصحفي ومدير مكتب المصري اليوم محافظه اسماعيليه. كان عنده تحويله مهمه جدا في حياته، درس التجاره واشتغل باللي درسه، اشتغل محاسب في الجامعه، ومره واحده وقف وعمل تحويله وقدم استقالته وساب الوظيفه تماما واشتغل في مجال تاني خالص وهو الصحافه، مهنه البحث عن المتاعب. مهنه صعبه، مهنه مهمه، مهنه مؤثره في المجتمع المصري ككل. هو كمان له دور كبير وله باع طويل في الموضوع ده، عدى على مراحل كتيره جدا، اشتغل في جرايد قوميه، صحف قوميه، وبعد كده صحف خاصه او مستقله. كان عنده تحويله تانيه في حياته، كان عنده تحويله في حياته الاجتماعيه، كان عنده اكتر من تحويله في الحياه الاجتماعيه، كان عنده اكتر من تحويله في الحياه بشكل عام. بعد الفاصل على طول التحويله مع هاني عبد الرحمن. رجعنا بعد الفاصل وخلينا نتكلم في التحويله. والتحويله الاولى للاستاذ هاني عبد الرحمن الصحفي كانت في الدراسه، درس التجاره واشتغل بيها فعلا. خلينا ناخد الجزء ده لان هو جزء مهم. استاذ هاني مساء الفل. مساء الفل على حضرتك وجميع الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير يا رب. وحضرتك طيب. احنا في برنامج التحويله بنتكلم عن التحويله اللي حصلت للناس في حياتها، غيرت مجرى حياتها تماما. حضرتك كان عندك تحويله مهمه جدا وهي دراستك للتجاره وشغلك بالفعل كمحاسب. احكي لي بقى البدايه جت ازاي؟ دي حقيقه، وانا بس عايز اقول ان انا طول عمري بحب الكتابه في الحقيقه. يمكن انا في 6 ابتدائي خدت الاول على مستوى الجمهوريه في كتابه الاشعار، فالموهبه موجوده، الرغبه موجوده. اخدت مجالي في الدراسه ودخلت كليه تجاره وقسم محاسبه كمان، رغم ان انا ما بحبش الحسابات في الحقيقه. انا لسه عايز اقول لك، دخلت كليه التجاره ده كان مجموع ولا كان رغبه ولا كان تنسيق ولا كان ايه بالظبط؟ والله اقدر اقول كان ظروف في الحقيقه، لان انا كان ليا اخ، انا كنت حابب ادخل اداب في الحقيقه، لكن كان ليا اخ الكبير مسافر احدى الدول العربيه وقال لي ان انت لو دخلت محاسبه او دخلت تجاره مجال العمل فيها افضل وكده. يعني ظروفي هي اللي حكمت في الحقيقه، لكن انا عمري ما حبيت الحسابات ولا عمري حبيت التجاره في الحقيقه. لكن رغم ذلك دخلت كليه تجاره جامعه قناه السويس، وفور التخرج يعني تيسر لي ان الاقي فرصه عمل في الجامعه وتحديدا في كليه هندسه، وكنت شغال محاسب فيها. والجامعه بقى الكليه نفسها كنت مش حاببها او كنت عايز اداب، بس تفوقت فيها، عديتها ازاي؟ جبت مجموع، جبت تقديرات ولا عديتها كده؟ لا يعني اقدر اقول زي شعبان كان تقديري جيد في الحقيقه. لكن انا كنت يعني بجتهد في حياتي بشكل عام. يعني انا رغم ان في كليه التجاره ما بحبش الحسابات، لكن انا كنت بذاكر في الحقيقه. طيب كان في اي نشاط له علاقه بالكتابه واحنا في الكليه؟ دي حقيقه. زي ايه بقى؟ هو انا يعني انا كنت براسل عده صحف، وكنت شغال في الحقيقه في مؤسسه اداره التحرير جريده الجمهوريه واصداراتها المختلفه، وكنت تحديدا في مجله عقيداتي الدينيه في الحقيقه. ده في مرحله الجامعه. في الجامعه احنا في الجامعه كنا بندرس في كليه التجاره، كان عندنا كتابات بتنشر في عقيداتي او في الجمهوريه. هو كان في سنه ثالثه، الفرقه الثالثه تحديدا، يعني مش من اول سنه اولى. وجت عن طريق احد اصدقائي في الحقيقه اللي انا مدين ليه بالحرفان، صديقي الدكتور حسام فاروق، هو مدير تحرير جريده الجمهوريه. يعني هو قال لي يا هاني انا اعرف ان انت عندك خلفيه في الكتابه كويسه، في فرص عمل كويسه في التدريب في الجمهوريه وفي اصداراتها. فدي كانت البدايه في الحقيقه، فاشتغلت انا في اللي هو هيستخدمها في فيلم، وبالتالي خلصت جدتي الدينيه وعملت فيها شغل رائع في الحقيقه. جت فرصه العمل وانا شغال مراسل في الجامعه كمحاسب. كنت شغال محاسب وكنت براسل عقيدتي وبعض الصحف في الحقيقه الاسبوعيه الاخرى، لان كان في الفتره دي ما كانش الاصدارات الصحفيه المستقله في الحقيقه كتيره يعني. بس كان موجود في الفتره دي اصدارات الحكوميه. نعم. ومن زمان جدا. لما يجي لك شغلك كمحاسب
وانا بحب الكتابه جدا وبحب الصحافه جدا. ما وقفتش وقفه، ما قلتش مش هشتغل محاسب، ما قلتش لا انا هفضل ورا الصحافه، المهنه الصعبه جدا حتى الصعبه في الالتحاق بيها في البدايه. ما كانش في تحويله هنا وخدتك ناحيه الصحافه، لا قررت انك تكمل في التجاره وتكمل شغلك كمحاسب بشكل طبيعي، تشتغل بالشهاده. كان ايه اللي حصل؟ بص انا في الحقيقه انا كنت رافض فكره ان انا اشتغل في الحكومه خالص. انا كنت مصر ان انا اكمل في الصحافه، لكن قعدت فتره في الحقيقه، قعدت بتاع 3 4 5 سنين. الصحافه التعيين فيها عشان الناس تعرف برضه تعيين الصحفي صعب جدا، وكان في الفتره اللي احنا فيها في الحقيقه كان الصحف الحكوميه التعيينات فيها تكاد تكون معدومه يعني. حوالي 97 98 كده يعني. فكان صعبه في الحقيقه. فطبعا نتيجه برضه ضغوط المجتمع، انت في النهايه شاب محتاج وظيفه، عايز تروح تتقدم لواحده، عايز تبني مستقبلك. ما زالت النظره التقليديه في مجتمعنا الوظيفه سواء حكوميه او غير حكوميه لازم تكون عندك دخل ثابت. الصحافه في النهايه ما فيهاش دخل ثابت، الصحافه بالقطعه، الصحافه بالمراسله ما فيهاش دخل ثابت الا اذا كنت معين في وظيفه بقى، وده اللي كان صعب وقتها. فانا طبعا قبلت ان انا اشتغل في الجامعه، وقلت اشتغل بجانب فرصه العمل في الصحافه لحين التعيين في الصحافه، لان تعيين الصحافه بيطول في الحقيقه. يعني ممكن بعض الزملاء، وانا يمكن قعدت اكتر من 15 سنه قبل ما اتعين في صحف مختلفه عندما ربنا كرمني واتعينت وقدمت استقالتي من الجامعه كمحاسب واشتغلت في الحاجه اللي انا بحبها. فضلنا كام سنه في الجامعه شغالين كمحاسب؟ انا اشتغلت بتاع 7 سنين او 8 سنين في حاجه. ده رقم كبير برضو. طبعا رقم كبير. تدرجت في الوظائف، اترقيت ولا فضلت نفس الوظيفه؟ لان انا برضو كنت في مرحله بداياتي في الشباب وفي التخرج، اشتغلت 7 سنين كامله. ويمكن انا عايز اقول هنا برضو ان اهلي بهدلوني باللغه العاميه، يعني بهدلوني بمعنى ايه؟ ازاي يا ابني تسيب وظيفه حكوميه ثابته وتروح عشان الصحافه دي ما فيهاش تعيين يا ابني. وهنا بقى انتصار رغبتك انت في ان انت تثبت ذاتك وتحقق ذاتك. ده موضوع مهم، خلينا ناخده بعد الفاصل لان دي التحويله مهمه جدا. خلينا نطلع الفاصل وبعد ما نرجع على طول هنتكلم عن التحويله الاهم والاساسيه في حياه هاني عبد الرحمن. خليكم معانا. مش هسد وداني وراكي، مسؤولية انا فيها وياكي. يا ليلي يا ليلي اسمعي مني كلام له معنى، احنا بنسستم ايامنا، ارتاحي لاجل ما يرتاح بالنا. يا ليلي يا ليلي. بتنظيم الأسرة تدوم المودة وتحلى العشرة. اعملوا زي مي ومحمد وزوروا عيادة تنظيم الأسرة. سنة صحافة واحنا شغالين لسه جوه الجامعة، من ضمنهم 7 8 سنين في الوظيفة وسنتين او 3 من الدراسة. 12 سنة عندي خبرة، ولكن بالقطعة او من الخارج او مراسل غير مثبت. لما قررنا نقدم استقالتنا وفي نفس الوقت قدمنا ورقنا، ايه اللي حصل؟ طبعا انا خبيت على الاسره في الحقيقه، يعني هم بعدها حتى يعني رحمه الله عليها والدتي قالت لي هاني ازاي يا ابني ازاي تسيب وظيفه الحكومه؟ مفيش حاجه مضمونه في الزمن ده امان. قلت لها انا خدت القرار ده. الجمله دي بتتقال في كل الازمنه، يعني في الزمن احنا فيه دلوقتي برضه مفيش حاجه مضمونه وقبلها مفيش حاجه مضمونه. من الرزق على الله سبحانه وتعالى، يعني قناعه الانسان بان الرزق ده قضيه يعني قدريه في الحقيقه، يعني ده حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين عايز اقول مش كل الناس وكل المشاهير وكل الناس الناجحين في اعمالهم موظفين حكومه، لا خالص يعني بالعكس. لكن انت برضه مرتبط بفكر ورواسب فكريه موجوده في مجتمعنا، دي حقيقه موجوده ما نقدرش ننكرها يعني. المهم انا عايز اقول لحضرتك ان انا في الحقيقه خدت يعني صراع مع الاسره، يعني فضلوا فتره يلوموا فيا، فتره يعاتبوني، فتره يضغطوا عليا يا ابني ما ينفعش، يا ابني ارجع في قرارك. انا كنت واخد قراري في الحقيقه، لما صعب جدا في حياتي. لما فكرت تقدم استقالتك
كان بينها وبين التنفيذ وقت قد ايه؟ حوالي بتاع شهر في الحقيقه، شهر. بدايه التفكير قعدت شهر على ما خدت القرار. طبعا كان شهر صعب. يعني نقدر نقول هو صعب في الحقيقه. يعني كنت بين نارين، نار الوظيفه الحكوميه والكلام اللي اتقال لك، وبين نار انك بتحب حاجه، ولا بين نار انك مش ضامن انك تتعين فعلا؟ لا، هو من ناحيه التعيين هم الناس طلبوا ورقنا وقالوا خلاص هناخد اجراءات التعيين. طبعا هي مغامره، طبعا مفيش كلام، ولكن لا يفوز باللذات الا كل مغامر. غير كده انا اصلا كنت لاقي نفسي في الصحافه، يعني فرق كبير جدا في الحقيقه. وانا دي نصيحه لكل اللي بيشوفونا، فرق كبير جدا ان انت تحب حاجه هتبدع فيها. اي شخص بيحب عمله بيبدع فيه. انا فعلا ما كنتش لاقي نفسي خالص في الجامعه كمحاسب، كموظف، مع احترام الموظفين طبعا، ان انا امضي الصبح وامشي الساعه 12 والموظفين بيزودوا. مش عارف اعمل ده. انا مش عارف، مش جو ده في الحقيقه. انا راجل بحب الكتابه، زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت طالع الاول على الجمهوريه في كتابه الاشعار والقصص وانا في 6 ابتدائي. يعني دي يعني الفكره موجوده، الموهبه موجوده، انت بس ان الزمن بتصفي موهبتك، ان انت حبوا عملكم هتنجحوا وتبدعوا فيه. ولما قدمت اتقبلت على طول؟ تعينت على طول؟ لا، قعدنا طبعا فتره التدريب بتاع 6 شهور بعد ما مضينا العقد. 6 شهور فتره انا كنت سايب وظيفه الحكومه طبعا، خلاص قدمت استقالتي يعني. شاب 25 26 27 سنه سايب، مستقيل من وظيفته الحكوميه، بيدور على شغل هو بيحبه وشغال فيه من فتره طويله جدا، ولكن بالقطعه من الخارج دون اي سبب واي اثبات او اي حاجه ثابته. عمل تحويله في حياته هنعرفها بس بعد الفاصل. احكي لنا بالتفصيل عن التحويله الاساسيه في حياتك. حاجة بنظام مفيش كلام، اهم حاجة صحتك تكون تمام، لازم ترتاحي كده كده بشوش حرام، الطفل محتاج مننا الاهتمام. يا ربي نفرح بيك بعدين نبقى نفكر نخاويك، قالوا في التأني السلامة مش قبل ما يروح الحضانة. بتنظيم الأسرة تدوم المودة وتحلى العشرة. اعملوا زي مي ومحمد وزوروا عيادة تنظيم الأسرة. رجعنا من الفاصل عشان نتكلم في تحويلة مهمة جدا. خلاص اتعيننا في الصحافة وبقينا موظفين في جريدة والحلم اتحقق. اهم الخطوات الصحفية، اهم الخبطات الصحفية، اهم الاحداث في حياته الشخصية الصحفية. يلا بينا احكي لنا. اتعيننا وبقينا موظفين، حققنا الحلم. الناس قالت ايه لما لقوك فعلا صحفي موظف؟ يعني بلاش موظف، انا صحفي دايما في الحقيقه، يعني صحفي معين. معين. سبت وظيفه وبقيت في وظيفه، ده قصدي يعني. لا طبعا، يعني كان في حركه تحويلات بقى كبيره جدا في المرحله دي في الحقيقه. اول حاجه كان تكنولوجيا المعلومات والانترنت غزت العالم كله. تحولنا من مجرد صحافه الفاكس، كنا نحط الورقه او الخبر فاكس ونبعته، اصبح كله النت طبعا. خدنا مرحلة صعبة جدا من تاريخ البلد في الحقيقة، مرحلة ميلاد الوطن ومن جديد، مرحلة ثورة 25 يناير وما تبعها من تداعيات، مرحلة ثورة 30 يونيو وما تبعها من تداعيات. كنت من الصحفيين المحظوظين اللي غطوا ثورتين حصلت في البلد في سنتين او 3 سنين، خلال 3 سنين ورا بعض. اهم النقط اللي وقفت عندها، اهم المواقف اللي اثرت فيك فعلا في الثورتين. طبعا انا دايما بقول انا فخور وحظي كويس ان انا شاهدت
هذا التاريخ من تاريخ مصر في الحقيقه، واكاد ازعم ان انا جزء من تاريخ الوطن فيما يتعلق بعمل الصحفي، لان انا قمت بتوثيق كل هذه الاحداث. شفنا الوطن وهو بيضيع، يعني ايه بيضيع؟ شفنا الانفلات الامني، شفنا خوف المصريين، شفنا ميلاد وطن من جديد، شفنا عظمه الجيش المصري وهو بيحمي وطننا، شفنا لحمه المصريين مع بعض، شفنا نقلنا مشاهد. وهنا انا عايز اقول لحضرتك ان الصحفي الميداني او الصحفي اللي في الشارع هو ده الصحفي الحقيقي، هو ده مرآة المجتمع. واحنا يمكن عانينا كتير جدا واكدنا يعني نستشهد من اجل هذا الوطن في تغطيه الاحداث، والحمد لله انا بقول ان احنا محظوظين في الحقيقه. عملنا موضوعات صحفيه كبيره جدا خلال الفتره دي. كان من 2013 ل 2018 ايه اهم الخبطات الصحفيه اللي كانت فعلا مؤثره في حياتك ومعلمه عندك لغايه دلوقتي؟ والله كتير في الحقيقه، يعني انا احدى الموضوعات كانت تتعلق بقرار ازاله نفذ وهم بينفذوه في التل الكبير، بينفذوه نسوا طفله صغيره في البيت فوقعت عليها الحيطه، كان اسمها مريم. القضيه دي اتفجرت، يمكن انا نشرت، كان الاستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير مصر اليوم ونشر صوره في الصوره الاولى لمريم وهي في مستشفى جامعه قناه السويس، والصوره دي مش عايز اقول لحضرتك هزت الراي العام العالمي. فاكرها وكان عنها كويس كمان في التلفزيون. وتلقيت مئات المكالمات، طبعا الاستاذ مجدي قال لي عيني الموضوع مسمع في مصر كلها، وعمل لي مكافاه بالمناسبه عن هذا الموضوع، كان اسمها مريم. وتلقيت طلبات واتصالات من جميع انحاء العالم من المصريين يتبنوا حاله الطفله، وتبناها احد رجال الاعمال ونقل الطفله من مستشفى جامعه قناه السويس للمركز الطبي العالمي، وقعدت 48 يوم كامل اغطي احداثها وتطورات الحاله حتى وقفت على قدميها في معجزه في الحقيقه، معجزه صحيه زي ما الدكاتره كلهم قالوا، يعني واحده بتموت رجعت تاني للحياه. وده يوري حضرتك عظمه وقيمه قلم الصحفي او الصحفي عندما يكون صاحب رساله، عندما يكون مرآة حقيقيه للمجتمع. نجحنا فيها في الحقيقه، واعتز بهذه المرحله تحديدا وهذا الموضوع. في موضوعات كتيره خضناها، حمله لا لبيع اراضي الاسماعيليه، حمله لا للخصخصه، حملات اخرى مرتبطه بخدمات المواطن في الاسماعيليه زي حمله فتح اسم ثالث، حملات في مواجهه الفساد، حملات كثيره جدا في الحقيقه. يمكن اخرها قبل شهر رمضان كان حمله لا للتعديات على اراضي نمره 6 اللي هي ارض الغلابه، في من خلال بعض الناس اللي كانوا عاملين كرفانات، وتدخل رئيس هيئه قناه السويس ومحافظ الاسماعيليه وعملوا شبه نقل هذه الكرفانات بما يحافظ على المنى. معارك كثيره جدا في الحقيقه نفخر ان احنا كنا شركاء فيها. في ظل هذا الفخر بالعمل، الفخر والاعتزاز بما تفعله، هل اثرت الصحافه سلبا على شخص وحياه هاني عبد الرحمن الشخصيه؟ ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه، دائما وابدا لاي نجاح ضريبه. صحيح. يعني انا دفعت من صحتي ومن مالي ومن سمعتي ومن حياتي الشخصيه، يعني يكفي ان حضرتك تعرف ان انا خضت خطوبه 7 مرات ولم اوفق بسبب عمل الصحفي وسبب عشق للصحافه، لدرجه ان احدى المرات يعني خطيبتي كانت بتتصل بيا بتقول لي انت فين؟ فبقول لها انت مين؟ حضرتك مين؟ فشوف وصلنا لمرحله ان انا حتى من تركيزي وحب العمل نسيت حتى اقرب الناس الي، وطبعا بعدها الموضوع اتفركش طبعا. ودي كانت تحويله مهمه جدا، واخيرا نتكلم عنها بعد الفاصل.
كانت مهمة في حياته الشخصية، ولكن استمر في النجاح لنجاح أكبر، استمر في توثيق أهم حدث في مصر ومستوى العالم السنة اللي فاتت، وهو حفر قناة السويس الجديدة. كان عندنا تحويلة وكان عندنا حدث مهم وحدث جديد، كان في تكريم من الدولة. يحكوا لنا أكتر أستاذ هاني. بالفعل انا برضو بقول ان انا من الجيل المحظوظ ان هو شارك في توثيق مشروع عالمي. وانا بقول مشروع عالمي لان قناه السويس الجديده هي جزء من قناه السويس اللي هي اهم مرفق ملاحي في العالم. انا يعني تيسر لي طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انا شاركت في توثيق هذا المشروع من اول ليله حفر حتى حفل الختام حضرته وتشرفت بحضوره. الافتتاح تشرفت بحضوره مع السيد رئيس الجمهوريه. وهنا في الحقيقه عايز ابسط الحمد لله يعني زي ما وسائل الاعلام كتبت ان انا اعتبر واحد من مؤسسي فن التوثيق الصحفي في العالم كله بفضل الله تعالى. الموقع هو موقع ارشيفي من مالي الخاص للدوله للناس للمصريين عشان للتوثيق في الحياه. التوثيق هي مرحلة مهمة جدا في حياة أي مشروع أو أي مشروع قومي أو أي حاجة لازم الناس تفضل فاهماها وفاكراها ومخلداها، بيجي عن طريق التوثيق. حضرتك تبنيت توثيق الموضوع برضه جت ازاي؟ يعني حضرتك كان في حديث عن الاهرامات بناها الاسرائيليين في بعض الادعاءات الكاذبه. ما عندناش توثيق في التاريخ يقول لك الاهرامات اتبنت ازاي حتى هذه اللحظه. السد العالي بناه المصريون. احنا النهارده بنعمل فن جديد في الصحافه، ان انا بقول لو بعد مليون سنه حد يجي يدعي يقول حد حفر قناه السويس الجديده غير المصريين، لا تعالى التوثيق هو موجود من اول ليله بالصوت بالفيديو بالصوره. يعني عايز اقول لحضرتك هذا الموقع الوثائقي وبالمناسبه ب7 لغات، وده كلفني مبلغ كبير من مالي الخاص. عايز اقول لحضرتك ان هو بيضم اكتر من 10,000 فيديو توثيقي، يعني ساعه بساعه، واكتر من 250,000 صوره. هو الاكبر في تاريخ الصحافه المصريه. الانسان لما يحب البلد ويحب شغله بيبدع فيه في الحياه وبيستحمل مهما كانت التضحيات. يعني الناس تقول لي ازاي تبيع؟ يعني انا بعت جزء من ارضي عشان اتكفل بهذا الموقع. يعني الانسان مهما طالت حياته هو لحظات عابره في تاريخ الامم او في تاريخ وطنه، فلازم تكون مؤثر. فده انا بقول ان الحمد لله ليا الفخر طبعا ان الدوله كرمتني. محافظ الاسماعيليه اللي هو احمد القصاص كان كرمني عن توثيقي لهذا المشروع. وبالمناسبه الموقع متاح لكل المصريين واتكتب عنه، وكانت احدى رسالات الماجستير عن هذا الموقع اللي هيفضل حتى بعد ما اموت انا هديه للدوله عشان تاتي الاجيال القادمه تعرف ازاي المصريين بنوا ده في سنه واحده الحقيقه. يمكن ده كان سبب مهم او كان نتيجه مهمه من التحويله اللي حصلت مع هاني عبد الرحمن الصحفي والمحاسب في البدايه، واللي تمرد على الوظيفه الحكوميه بعد 8 سنوات، راح للصحافه، وقف قدام كل حاجه تحداها في المجتمع ووصل الى ما وصل اليه الان. دي كانت حلقه مهمه من حلقات التحويله. انا بشكرك شكرا جزيلا على انك سمحت لنا تستضيفنا ونعمل معاك الحوار ده. شرف ليا وكل سنه وحضراتكم طيبين. وعايز اقول كلمه اخيره، كل الشباب اللي بيسمعونا ابحث عن ذاتك عن طموحك. لازم يكون عندك قوه وقناعه بامكانياتك وتصر على تحقيقها هتنجح. حب عملك وابدع فيه هتنجح. هي دي الرساله. الانسان يعني دايما بيقول يسعى والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. شكرا ليكم وعلى متابعتكم للتحويله. استنوا حلقه جديده من التحويله. شكرا.